السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. حجت أعداد كبيرة من سكان مدينة القصر الكبير لاستقبال أشرف حكيمي لاعب المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم بعد حلوله ضيفا على الحاضرة الشمالية عشية اليوم الثلاثاء من أجل تدشين الملعب البلدي للمدينة الذي يحمل اسم اللاعب الدولي سالف الذكري. وغصت جنبات الملعب منذ ظهيرة اليوم بمحبي حكيمي منتظرين فرص التقاط صور تذكارية معه أو متابعته عن قرب خلال الدخول إلى الملعب، وهو ما جعل اللاعب الدولي يستعين بسيارة إلى غاية البوابة الرئيسية تحت هتافات المشجعين القادمين من مختلف أحياء المدينة. واحتفلت فعاليات المدينة بالبطل المغربي على إيقاعات الأغاني الوطنية داخل الملعب عبر جوق وموسيقى شعبية محلية، فضلا عن ألعاب خفة من تنظيم فرق محلية، ثم عروض لفنون القتال أقامها شباب وشابات من جمعيات المجتمع المدني. ويضم الملعب الجديد صورا عديدة تكريمية للاعب أشرف حكيمي من إنجاز الفنان التشكيلي المغربي المختار جيلان تستحضر إنجازات الدولي المغربي وتتغنى بالعلاقة المتميزة التي تجمعه بوالدته القصراوية. وحمل الجمهور أغلبه من صغار السن والشبان العلم الوطني مرتدين قميص اللاعب أشرف حكيمي وغيره من عناصر المنتخب الوطني، متذكرين أمجاد كرة القدم الوطنية في مونديال قطر 2022 ومراهنين على نيل فرصة لعب كرة القدم على أعلى مستوى. أشرف حكيمي الذي كان مرفوقا بأخيه ووالدته إضافة إلى رجال سلطة ومنتخبين قال في كلمة مقتضبة وسط زحام وهتاف المحبين إنه سعيد بالمجيء إلى المدينة التي كان يقضي فيها بعضا من عطلة الصيف، ويأمل في أن يلتقي بسكان المدينة في فرصة جديدة مقبلة. ولم تكف الجماهير الحاضرة بملعب أشرف حكيمي عن ترديد اسم اللاعب والتأكيد على حبها له، خصوصا أنه يفتخر بالانتماء إلى هذه المدينة، مرددة تشجيعات مونديال قطر، فضلا عن شعارات أخرى حملتها الجماهير المتفرقة على الجنبات. واستغل حكيمي آخر يوم في العطلة الاستثنائية التي منحها إياه ناديه باريس سان جيرمان لزيارة مدينة القصر الكبير مسقط رأس والدته. كما تواجد منذ أيام رفقة زميله في الفريق النجم الفرنسي كيليان مبابي بمدينة مراكش لقضاء بعض الأيام هناك. وصلنا إلى نهاية الحلقة، كنتمنى أنكم استمتعتم بالمشاهدة.
ما تبخلوش عنا بالضغط على زر لايك وكذلك الاشتراك في القناة باش يوصلكم كل جديد. شكرا جزيلا لكم.